ازيكم؟ اهلا، انا عمرو رشدي ودي سيسات. هتفرج على ايه الشهر ده؟ اول فيلم معانا هو الفيلم المصري الوحيد الشهر ده، فيلم الجواهرجي 6 اغسطس. مفيش اي سبب يخليكم تكملوا مع بعض؟ لا مفيش. في الفيلم يدور عن 2 متجوزين بيتطلقوا مرتين وبيروحوا لاستشاري علاقات زوجية عشان يحاولوا يلموا الجوازة وما يتطلقوش التالتة. الفيلم من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي. محمد هنيدي الفترة الأخيرة بيعمل أفلام مش قد كده، وعملت حلقة كاملة عن محمد هنيدي هيسيبها لك في الديسكريبشن تحت. محمد هنيدي ومنى زكي ما تعاونوش مع بعض من أيام صعيدي في الجامعة الأمريكية، وصعيدي كان كسر الدنيا بالمناسبة. فيا ترى التعاون ده هيخلي محمد هنيدي يرجع للساحة بقوة تاني؟ هنشوف. اما عن مستوى المسلسلات فالاكيد لغايه دلوقتي هيتعرض يوم 6 اغسطس على منصه شاهد مسلسل بنج كلي. قولوا اللي انتوا عاوزينه، كده كده مش هتطول معانا. ده هزاني قدام الزملاء. انا اسمي الدكتوره دعاء، انا اللي هخدرك النهارده ان شاء الله. المسلسل بطولة دياب وسلمى ضيف، بيدور في اجواء طبيه مش زي بالطو كان كوميدي، لا هو ممكن يكون من ريحه لحظات حرجه. في الثقافه الامريكيه دايما في مسلسل طبي في السنه بيدور بقى عن المستشفيات وعن المرضى وعن الدكاتره. المسلسل اللي ناجح اول فتره دي اسمه بات، واللي اعتقد ان المسلسل بين كلي مستوحي شويه من قصته عليها شويه. ننقل على هوليوود وفي خبر غريب شويه حابب ابدا بيه. في فيلم اسمه فول 2، لو انت ما شفتش فول 1 فارجع اتفرج عليه، فيلم حلو قوي. المهم الفيلم ده في اعلانه الرسمي وعلى IMDb اكبر ويب سايت ليه علاقه بالسينما في العالم بيقول ان الفيلم ده هيتعرض في امريكا في اول شهر 9، ولكن في مصر الدنيا الفيلم مكتوب ان هو هيتعرض في اول شهر 8، يعني قبل شهر كامل من عرضه في امريكا. والسؤال اللي في راسي ازاي يا مصر بتعمل ايه ازاي وانا قلبي مش نساي والله حيرتيني. الجزء ده الاحداث والشخصيات متغيرين ولكن بنفس ريحه الجزء الاول. فيلم من اكتر الافلام اللي توترك وتخليك قاعد على الكرسي لغايه اخر دقيقه. نيجي اليوم 7 وهيتعرض فيلم على نتفليكس اسمه The Last House. It won't open. I think we're trapped in here. We're sealed in. الفيلم بيدور عن عيلة قاعدة في بيتها في أمان الله، ناموا وصحيوا ولقوا إن مفيش أي مخرج ليهم من البيت قفل عليهم وفي روح شريرة بتواجههم. في نفس اليوم يوم 7 هيتعرض فيلم اسمه آيس كريم مان. الفيلم بيدور حوالين بلدة صغيرة في أمريكا بيبقى فيها راجل بيبيع آيس كريم، بس الراجل ده مش في اتجاه في أمريكا إن أي حاجة الأطفال كانت بتحبها وهي صغيرة هنعمل عنها فيلم رعب. أراجوز وبلياتشو ويضحكوا والأطفال بتحبهم، عروسة لعبة جميلة الناس كلها بتحبها والأطفال بتحبها، راجل بسيط بيبيع آيس كريم في الشارع للأطفال. ما جابتش معاكو؟ نقطة بقى اليوم 14 هينزل فيلم The End of Oak Street. I don't want you to tell me it's time to come home. We can't leave. What the hell's going on? Get inside now! I just heard a gunshot. قصة الفيلم عن حدث كوني غامض ومفاجئ يقتلع حيا بالكامل من مكانه المعاصر وانقله فجأة عبر الزمن إلى عالم بدائي مجهول تسكنه الديناصورات ومخلوقات ما قبل التاريخ. وكمان في تاريخ يوم 20 أغسطس هينزل لنا جزء جديد من سلسلة انسايوس. معايا معايا واحد من أنجح سلاسل أفلام الرعب عبر التاريخ، فلو أنت بتحبه أبشر جزء جديد. وكمان الشهر ده عندنا فيلم جديد لجيسون ستاتوم اسمه Get back in a container! Said get back in! We got a problem on the ship. بص، فيلم الجيسون ستيتوم يعني اكشن على انفجارات على شوية كوميديا، هو نفس الفيلم بيتعمل كل سنة بس الجمهور مبسوط وجيسون مبسوط والمنتجين مبسوطين. ونروح لاخر فيلم معانا هيتعرض الشهر ده على نتفليكس في تاريخ يوم 28، فيلم The Whisper Man.
Simon, I'm sorry that it took this to get us We're together. not together. This is me asking you for help. I remember the Whisper Man, and I remember you caught him. I did 30 years ago. He's still alive and present. Then how is he killing again? الفيلم من بطولة روبرت داوني وادم سكوت، فيعني يعتبر الفيلم ممكن يطلع حلو. الفيلم بيتكلم عن اب ابنه بيتخطف منه فبيلجأ لابوه اللي كان شغال محقق سابق قبل كده علشان يقدروا يلاقوا الطفل. اما على مستوى المسلسلات فيسعدني ويشرفني ان اعلن لكم ان تيد لاسو هيرجع الشهر ده. Welcome back, coach. Thank you, sir. Too bad you're coaching a bunch of girls. You old wanker. لو انت واحد بتحب المسلسل فانا مش محتاج اشوقك زياده، انت كده كده مستنيه. بس لو انت واحد لسبب كوني ما اتفرجتش على المسلسل ده فروح اتفرج عليه. بس بقى لو هتقولي اصلا انا ما بحبش الكوره ويعني اقولك ان في افلام انا شفتها وبرياضات انا ما اعرفش عنها حاجه، زي فيلم ماني بول اللي بيحكي عن قصه في عالم البيسبول. هل انا مهتم بالبيسبول؟ لا، بس القصه اللي بتتحكي في الفيلم حلو. فاللي عايز اقوله لك روح اتفرج على تيد لاسو. لو بتحب الخيال العلمي والاكشن والسوبر هيروز ودي سي فابشر، في مسلسل هيتعمل جديد عن شخصيه جرين لانترن وهينزل الشهر ده في تاريخ يوم 16. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. الشخصيه كان اتعمل عنها فيلم في 2010-2011 بطوله راين جوزلينج، بس من كتر من الناس كرهت الفيلم دي سي قررت تدفن الشخصيه خالص لمده اكتر من 15 سنه، فكونهم يرجعوا تاني يحكوها فهل تستاهل؟ المسلسل اللي قبل الاخير اللي معانا هو ده اتعمل من العزلة، دي رواية تجنن، أنا لسه قارياها. تقريبا فيلم واحد من الناس هو السبب الرئيسي ان الوطن العربي كله عارف الروايه دي. ما تتخيليش انا بفرح قد ايه لما بلاقي حد قاري الروايه دي. انت عارفه دي 10 مره اشتري الكتاب، كل مره واحد صاحبي ياخد مني الكتاب وما يرجعوش، ارجع اشتريه تاني واقراه تاني. الراجل ده خياله فظيع. انا واحد كنت بدور على الروايه دي ولما لقيتها يا دين النبي الحلاوه دي وجربت اقراها ولكن فشلت، فلما نزل منها مسلسل قلت يا دين النبي الحلاوه دي وقررت اتفرج عليه ولكن فشلت. المسلسل صعب قوي في المشاهده، يعني حاجه من الحاجات المسلسل بالاسباني. هتقول لي انا شفت قبل كده مسلسل لا كاسا دي بابيل وكانوا بيتحدثوا الاسبانيه وكان عادي. المسلسل صعب في المشاهده ومعقد جدا، معقد اكتر من مسلسل دارك. فلو انت قلبك جابك واتفرجت على الجزء الاولاني فابشر، في جزء تاني هينزل على نتفليكس يوم 26. ونيجي لاخر مسلسل معانا، واحد من احلى مسلسلات 2024، دارك ماتر. And other versions of us. I just want you and Charlie to be safe. Even if we find a perfect world, another one of you will find us. المسلسل هيتعرض منه الموسم الثاني يوم 28، ومن رأيي الشخصي يمكن ده احلى مسلسل مالتي فيرس او اكوان متعدده اتعمل، واكيد احسن من اي حاجه مارفل عملتها بسنين ضوئيه. ولهنا اعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا الليله. لو انا سقطت اي مسلسل في شهر 8 اكتب لي في الكومنتات، ولو في اي مسلسل او فيلم انت متحمس ليهم اكتب لي برضو في الكومنتات. وبس كده، سلام.